هتكلم معاكم عن مباراة النادي الأهلي بكرة أمام نادي زد، وهقول لكم التشكيل المتوقع طبعا. ومعايا كمان الدوري المصري. مباراة الدوري المصري كان في مباراة واحدة بس امبارح، مباراة بيراميدز والجونة. وهقول لكم كمان دوري أبطال أوروبا، المباراتين اللي اتلعبوا امبارح وتكملتهم برضك مباراتين هيلعبوا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ معاكم يا ريت كالعادة يعني ما تنسونيش باللايك. عايز اوصل بالفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والاشتراك في القناة، طبعا ده شيء اساسي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس. عايز اوصل ل1000 مشترك. نخش اول حاجة معانا خالص مباراة الاهلي وزد. طبعا تشكيلي من وجهة نظر انا لازم أن يكون مصطفى شوبير في حراسة المرمى، رامي ربيعة ناحية اليمين، محمد عبد المنعم ناحية الشمال، محمد هاني ناحية ظهير أيمن ناحية اليمين، علي معلول يرجع مرة أخرى ظهير أيسر، والحمد لله كوكا في خط الوسط، ومعاه مروان عطية. ومارسيل كولر بيفكر ينزل عمرو السولية خط وسط مهاجم مكان قفشة الماتش ده. وعمرو السولية ان شاء الله لاعب تقيل ولاعب خبرة وبيعرف برضك يدافع مع اللعيبة، وقفشة برضك لاعب كبير. خلي بالكم اي حد فيهم يعني يقدر ان هو يلعب في خط الوسط المهاجم مع النادي الاهلي. طبعا عمرو السولية لاعب كبير وقفشة لاعب كبير، بس طبعا كل واحد فيهم ليه ادوار مهمة. مارسيل كولر هو اللي هيديها لهم في الملعب. كده وصلنا لتلاتة خط الوسط. نروح بقى عند تلاتة خط الهجوم. ناحية اليمين عودة بيرسي تاو مرة أخرى، الحمد لله. أنا مش عارف أصلا كان في إيه، كان مصاب ولا كان عامل مشكلة مع المدرب، أنا معرفش والله. المشكلة إن هو المهم إن هو عاد. بيرسي تاو يا جماعة على فكرة، حتى لو مش بيلعب قد كده ومستواه الفترة الأخيرة يعني متراجع شوية، بس يظل بيرسي تاو لاعب خبرة، ولاعب في أي لقطة من المباراة يقدر يعمل لك أسيست ويقدر يجيب جول. لاعب تقيل، لاعب خبرة في النادي الأهلي. ده بالنسبة لناحية اليمين. هجوم يعني ناحية اليمين. تمام. ناحية الشمال لازم تلعب رضا سليم من بداية المباراة. ناحية الشمال لازم تلعبه من أول المباراة. تمام. وفي الهجوم طبعا بالله عليك يا مارسيل كولر ما تألفش. بالله عليك ما تنزلش انطوني موديست ده ما ينزلش خالص خالص، لا من بداية المباراة ولا في اخر المباراة. يعني اعتبره جاي الاهلي كده ياخد دورة تدريبية وياخد نفسه يروح ان شاء الله بعد ما عقده ينتهي باذن الله يعني. تمام. تنزل وسام ابو علي، عندك وسام ابو علي وعندك كهربا، اللي انت شايفه فيهم يلعب، اللي انت شايفه اجهز فيهم يلعب، اي حد من الاتنين دول. لكن موديست ما يشمهاش، يعني حتى ما يقفش بس على الخط كده عشان اللعيبه ما تشوفوش وجايز يحصل لها اي حاجه. لا، يفضل قاعد على الدكه كده يتفرج على المباراه زي المشاهدين بالظبط. دي وجهه نظري كمشجع. تمام. هقول لكم تاني التشكيل بسرعه كده. حراسه المرمى مصطفى شوبير، اتنين دفاع رامي ربيعه ناحيه اليمين، محمد عبد المنعم ناحيه الشمال، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر. تلاتة خط الوسط كوكا ومروان عطية وعمرو السولية خط وسط مهاجم. تلاتة في الهجوم بيرسي تاو ناحية اليمين، رضا سليم ناحية الشمال، ووسام أبو علي مهاجم صريح أو كهرباء أي حد فيهم. انا شايف بصراحه ان التشكيله بدات تظبط، وان شاء الله الاهلي باذن الله هيظبط الاداء. على فكره المباراه هتكون بكره في تمام الساعه 7 مساء، ده بالنسبه للنادي الاهلي. نكمل بقى معانا مباراه الدوري المصري. امبارح كانت مباراه واحده بس، مباراه بيراميدز ونادي الجونه. وقدر نادي بيراميدز ان هو يفوز بنتيجه 4-0 ويروح على المركز الاول في الدوري المصري من 14 مباراة. لكن نادي الجونة عنده من النقاط 22 في المركز السابع ولعب 16 مباراة. على فكرة نادي الجونة السنة دي يعني شادد حيله ومستقر بالنسبة للسنوات اللي فاتت. لا، الجونة السنة دي كويس وبيعمل نتائج كويس. كده بيراميدز في ترتيب الدوري المصري. انا يا جماعة زعلان وغضبان. طول ما النادي الاهلي مش في الصدارة انا متضايق. لو كان الاهلي فاز في اخر ماتشين كنا هنروح 23 نقطة، كنا نبقى قريبين شوية. لكن كده بيراميدز 29 واحنا 18، لا بصراحة انا شايف ان هي عيب في حقنا، عيب خالص.
نروح بقى اخر حاجه معانا دوري ابطال اوروبا، وزي ما توقعت ما توقعتش النتيجه، بس توقعت اللي هيصعد. يعني لسه المباراه التانية ما اتلعبتش، مباراه العوده لسه ما اتلعبتش، بس اي نعم زي ما بقول لك كده الجواب بيبان من عنوانه. نروح اول مباراه معانا ارسنال وبايرن ميونخ، وتعادلوا مع بعض 2-2 على ارض ارسنال. وانا شايف ان ديت نتيجه ايجابيه لنادي بايرن ميونخ، لان بايرن ميونخ على فكره يا جماعه هيمسك ارسنال على ارضه، هيلعب عليه كورة وهيكسبه مستريح خالص. أي نعم نادي أرسنال ممكن يفاجئنا كلنا عند أرض بايرن في أرض بايرن ميونخ، بس أنا بتوقع إن بايرن ميونخ هيكسب أرسنال، وبايرن ميونخ هيوصل إلى دور نصف النهائي. والمباراة التانية بصراحة اللي زعلتني جدا والسيناريو بتاعها زعلني أصلا كمان، مباراة ريال مدريد، لأن أنا أصلا يعني من مشجعي ريال مدريد بعد الأهلي. طبعا عندي الأهلي رقم واحد وريال مدريد رقم اتنين. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اللي تعادلوا مع بعض بنتيجة 3-3، وكانت مباراة مجنونة يا جماعة، مباراة مجنونة بما تحمل الكلمة من معنى. 3-3 في المباراة بصراحة نتيجة كبيرة بين الناديين دولت، وكان أداء في الملعب. يعني أنا بصراحة بقول لأي حد مش هيتش المباراة ديت، أنت خسرت كورة. لو أنت خاصة بتحب كرة القدم وما سمحتش الماتش ده، أنا بنصحك إنك تخش على اليوتيوب أو تخش على أي موقع وتتابع الماتش ده تاني من اوله وجديد، من اول خط، وما تشوفش الاهداف بس، شوف الماتش كله، لان بصراحه مباراه مجنونه، مباراه مجنونه بما تحمل الكلمه من معنى يعني. وتعادلوا مع بعض بنتيجه 3-3 على ارض ريال مدريد. وانا برضك بشوف ان النتيجه ديت مريحه جدا لنادي مانشستر سيتي على ارضه، ولكن ريال مدريد ما تتوقعهوش ممكن يجي على ارض الخصم ويلعب مباراة احسن من ارضه. هو ريال مدريد كده، هو ريال مدريد كده يجي على ارضه ممكن ما يأديش اي احسن حاجة، برغم ان هو عامل ماتش حلو، بس ممكن يجي ماتش العودة لا ويلعب مباراة كويس، لان دي مباراة يعني زي ما بقول لك كده يعني ايه، دي مباراة حياة أو موت، لأن خلاص أنت اتعادلت على أرضك، لعبت شوط أو تعادلت 3-3، دي خلاص بقى لازما لو جاب جون ويحافظ عليه إن شاء الله يقدر ريال مدريد إنه يوصل لدور نصف النهائي، أنا بتمنى ذلك. تمام، دي بالنسبة للمباريات اللي اتلعبت امبارح. المباريات بقى في ماتشين بقى هيلعبوا النهاردة، آخر حاجة معانا خالص بقى ماتشين في دوري أبطال أوروبا. أول ماتش معانا باريس سان جيرمان وبرشلونة، هيلعبوا مع بعض الساعة 9، هيبقى برضو مباراة كويسة. أنا طبعا بتمنى الفوز لباريس سان جيرمان، مش حبا فيهم، عشان خاطر أنا ما بحبش نادي برشلونة. تمام كده. المباراة التانية معانا وفي نفس التوقيت الساعة 9 برضو، أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند. وبصراحة الفريقين دولت أنا مقدرش أقول لكم لأول مرة مين اللي هيكسب، لأن الفرقتين زي بعض بالظبط 50-50، مقدرش أقول لكم مين اللي هيصعد في الذهاب والعودة. هما الماتشين زي بعض بالظبط، وهما الفرقتين زي بعض، وطريقة لعبهم الاتنين يعني متشابهة الاتنين زي بعض. فانا ما اقدرش اقول لكم مين اللي هيكسب، فهم الاثنين الماتشين دولت هيلعبوا النهارده الساعه 9. وبكده اكون خلصت معاكم نهايه فيديو لتاني مره يا جماعه. انا بتكلم معاكم في الفيديوهات كنت كل مره بطلع اقول النتائج وخلاص، ما كنتش بتكلم كده، بس ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه انا قررت ان انا يعني اتكلم خاصه عن النادي الاهلي، وده اللي بيخليني اطول الفيديو، دي اللي بيخليني اطول الفيديو، ان انا بتكلم عن النادي الاهلي، وان انا زعلت جدا بصراحه اخر ماتشين، ماتش انبي وماتش البنك الاهلي لو كنا كسبناهم كنا هنوصل 23 نقطة، كنا هيبقى الفرق بينه وبين المتصدر 3 نقط، كان هيبقى شكلنا حتة حلو في الدوري. لو كنا لعبنا النهارده برضه كسبنا كنا هنروح 26 نقطة، كان هيبقى الفرق معانا إن شاء الله وضع، كان هيبقى الفرق معانا وضع يعني إيه، هيبقى الفرق معانا أحسن من كده، كنا جماهير النادي الاهلي مش هتبقى زعلانه. بس ان شاء الله النادي الاهلي هيحسم الدوري في النهايه، هي مساله وقت بس انا اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي النهارده تصالح جماهيرها في الماتشين اللي عدوا من دول، تصالحنا وتكسب النهارده، تكسب وتأدي، بحيث ان انا ما اقعدش كده وافضل متعلق نتيجه متعلقه 1-0، وافضل مستني ان هما نادي الخصم يعملوا علينا هجمه في نهايه المباراه تلاقي 1-0 مش مضمونه، لازم تجيب واحد واتنين.
ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. وباذن الله الاهلي باذن الله هيلعب وكورته هتتعدل باذن الله. في رجوع بيرسي تاو وعلي معلول ووسام ابو علي ان شاء الله. لعيبه الاهلي ان شاء الله اداء وقدود باذن الله. هو المباراه المفروض ان هو في المتناول، المفروض ان هو في المتناول. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب. انا بستنى الدعم من اخواتي الاهلاويه. عايزهم يخشوا لي ويشتركوا لي في القناه. قلت لكم عايز اوصل ل1000 مشترك. اي اهلاويه، مفيش 1000 واحد اهلاوي بيخش على النت ومفيش حد يتفرج عليا. يعني اي حد يتفرج عليا، اي واحد بس اهلاوي يخش يعمل لي اشتراك ويقول لي زمايله ويقول لي زمايله ان هم يعملوا لي اشتراك في القناه. عايز 1000 مشترك، عايز 1000 مشترك عشان خاطر القناه تفضل مستمره. لو المحتوى بتاعي عجبك، لو المحتوى بتاعي عجبك، يا ريت تكتب لي كومنت كده يعني يرفع من روحي المعنويه، وتعمل لي اشتراك في القناه وتعمل لي لايك عشان خاطر اللايك هو اللي يرفع فيديو ويخلي اكبر عدد من الناس ان هم يشاهدوا الفيديو بتاعي. وانا ان شاء الله يا جماعه انا طبعا والله العظيم كل يوم بعمل لكم فيديوهات اهوت. بجيب لكم ماتشات بتاعه دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، الدوري المصري، ترتيب الدوري المصري كله. اي فرقتين بيلعبهم، اي فرقتين بيلعبهم بقول لكم النتائج والمركز ولعب كام ماتش. بقول لكم الاحصائيات دي كلها. طبعا الحاجات دي كلها ما بتتقالش لان وخاصه الدوري المصري عشان خاطر يبقى انا حددت حاجه. في حاجات طبعا تانية حصريه ما بتتقالش لنا بس في ملعب احمد كوتش. زي مثلا اخبار لاعبينا المصريين اللي هم بيلعبوا في الخارج سواء في الوطن العربي او في اوروبا. سواء احمد حجازي، محمد شريف، عمر مرموش، تريزيجيه. اللعيبه دي كلها يا جماعه ما حدش بيقولها خالص الا هنا. كل ماتش بيلعبوه بطلع اقول لكم لعبهم، احصائيات بتاعتهم، مركزهم كام في الملعب. كمان مصطفى محمد معايا مركزه كام في الترتيب في الدوري بتاعه. الحاجات دي كلها يا جماعه حصريات هنا في ملعب احمد الكوتش بس ما حدش بيقولها الا هنا بس في حصريات احمد الكوتش. فعشان كده يا جماعه انا بتمنى من اي حد انه يكون شاهد الفيديو ده او غيره. يعني يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. وعايز اهم حاجه عندي اوصل ل1000 مشترك، عايز اوصل ل1000 مشترك. والسلام ختام.